السلام عليكم، معكم قناة الأم دنيا. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح ندير لكم شطيحة اقتصادية للحم للدجاج، تجي بنينة. واش نقول لكم؟ يعني هايلة. وراح ندير لكم عصير نتاع الدلاع. كما تعرفوا رانا في الصيف، وكي يكون عندكم الدلاع صامت ما ترميوهش، يعني راح ديروا به عصير. واش نقول لكم؟ ما شاء الله. راح نعطيكم المقادير واش كاين في الشطيحه نتاعنا. هنا عندي حبيبات بصله كما راكم تشوفوا، قشرتهم وغسلتهم. عندي راس حلو وراس حار، زوج حبات طماطم وسنينه ثوم وحبه بطاطا. دوك تشوفوا البطاطا من بعد في الوصفه. هنا بعد ما غسلت هذيك البصله تاعي مليح، قطعتها الى شرائح. عندي هنا كوكوطه كما راكم تشوفوا، ودرت شويه تاع زيت. الزيت لازم ديروا شويه زايد باش الشطيحه نتاعكم تجي ميدمه وتجي بنينه. هنا هاي البصله تاعي بعد ما قطعتها الى شرائح رقيقه، حطيتها. بعد ما سخون الزيت وضعتها فوق الزيت، ونبقى نحرك فيها بلا ما تغطيوها. شاك فوا نحركها حتى تذبل هذيك البصله مليح معايا. كي تتقلى البصله مليح باه نبدا نضيف التوابل. قلت حنحكي لكم شويه على هاد الشطيحه هذه راح تجيكم بنينه بنينه بنينه. واش نقول لكم؟ ما شاء الله، بدون لحم، بلا لحم بلا دجاج، اقتصاديه 100%. جربوها يعني وان شاء الله تعجبكم. على كل حال انا هذه الوصفه كنت درتها خطره، وكانت عندي وحده مشتركه وقالت لي واش درتي، وعطيتها الوصفه وجربتها. قالت لي ديريها لنا في القناه تعيشي، وهلا قلت نديرها لكم في القناه هكذا. بالك كاينين اللي يحبوا وصفات اقتصاديه بلا اللحم بلا الدجاج. ونبقى نحرك في البصله هذيك ساعه على ساعه حتى تذبل معايا. كما راكم تشوفوا هنا راهي ذبلت وراح كمل هذاك الماء. هنا نضيف هذاك الراس الفلفل الحلو، قطعته حتى هو الى مربعات كما راكم تشوفوا، صغار، قطع صغار. واللي عنده حاب يزيد يدير زوج ثلاثه ديروا فلفل. انا درت حبه كما قلت لكم، الوصفه نتاعنا راهي اقتصاديه. وعندي سنينات نتاع ثوم، تقدروا 4 حتى 5 سنات، قطعوهم الى شرائح حتى هما ما تسكرفجوهمش، قطعوهم الى شرائح. وتبقاو تقليو في البصله والفلفل حتى نزيد يكمل تقلى مليح. كما قلت لكم الوصفه هذه اقتصاديه 100% وبنينه. واش نقول لكم؟ عندي حبه تاع بطاطا، هاي قشرتها حتى هي حبه كبيره وقطعتها الى مربعات. الشطيحه هذه يعني كما قلت لكم راح تجيكم بنينه ومليحه نتاع الصيف، وكامل المكونات راهي موجوده وماشي غاليه. وقتها كما البصله راهي وقتها، وكما الفلفل راه وقته. تقدروا قلت لكم ديروا حتى زوج 3 ريسان فلفل. انا راني درت حبه وانتم ديروا واش تحبوا. وصا ديبون على افراد العائله. اذا كانت عائله كبيره قد ما تكثروا البصله وتكثروا الطماطم وتكثروا الفلفل والبطاطا راح تجي لكم كميه كبيره. هنا نبدا نتبل. بعد ما ذبلت معايا هذيك البصله وكاملت الحوايج اللي درتهم في الشطيحه نتاعي، ضفت عليها 2 ملاعق نتاع يعني صغار نتاع فلفل احمر حلو، وملعقه نتاع كزبر مرحي، وفلفل اسود، وشويه فلفل احمر حار. اللي ما يحبش الحار ما يديرش. ونزيد نضيف عليها الملح. فوالا. ونبقى نقلي كلش مع بعض. ها كما قلت لكم هنا بلا ما تغطيو الكوكوطه نتاعكم، تبقاو غير تقليو حتى نضيفوا كامل واش كاين في الشطيحه نتاعنا باش نديروا لها الغطاء. تحبوا ديروها في مقله تقدروا ديروها في مقله، في كوكوطه، واش عندكم. كما قلت لكم هذه الوصفه طلبتها مني وحده مشتركه. هنا ضفت تقدروا تقولوا ملعقه نتاع ماكله او قل شويه نتاع طماطم مصبره، طماطم مرحيه، وتقليو. انا هنا رايحه نضيف الطماطم، 2 حبات هذوك الطماطم تاعي قطعتهم حتى هما الى مربعات، هما بالماء نتاعهم، ما صفيتش، ما نحيت لا زريعه لا الماء، طماطم كامل. وتخلطوها غير شوي. ونلوح الراس تاعي تاع الحار. وكما قلت لكم تبقاو تخلطوا كل ما تغلي معكم تخلطوها. فوالا. هنا راني ما غطيتهاش خلاص، من اللي بديت ندير الوصفه ما غطيتهاش. هنا رايحه نضيف نص كاس نتاع الماء باش تطيب هذيك البطاطا فقط. كما تعرفوا قلت لكم كلش راهو يعني تقلى مليح، البصله بدات تطيب، الفلفل بدا يطيب، البطاطا برك ندير لها نص كاس ماء
هكذا باش يكون فيها شويه تاع الماء. كما تعرفوا كنت نشفت هذيك البصله تاعي من قبل كامل من الماء اللي فيها، وبصله جديده ما فيهاش الماء بزاف. على كل حال هنا دوك بعد ما كبيت الماء راح نغطيها ونخليها نقص عليها طيب على نار تكون قليله، ما تطولش. جيست تشوفوا البطاطا تاعكم طابت والماء هذا كامل راح. هنا عندي 4 حبات بيض ندير فيهم شويه تاع ملح، رشه تاع ملح. نتوما البيض كل واحد وكيف يحب يخليها بلا بيض، اللي ما يحبش البيض يخليها بلا بيض راح تجيه بنينه. اللي يحب يدير البيض ويحب ينقص يدير 2 بيضات يدير. انا هنا حنا نحبوا بناتي يحبوا بزاف البيض، درت 4 بيضات. كما قلت لكم راهي الوصفه نتاعنا اقتصاديه، تحبوا ما ديروش البيض ما ديروش، تحبوا ديروا 2 تحبوا ديروا 3 نتوما واش عندكم. انا هنا درت 4. فوالا بعد ما طابت كما شفتوا البطاطا طابت ونشفت شويه من الماء تاعها كامل، هنا فرغت عليها هذاك البيض. ها كما راكم تشوفوا دوك هنا نسي نحركها هكذا شويه باه يدخل كامل هذاك البيض. مش حنخلطها، حبيت هذاك البيض يبقى لي هكذا يجي من الفوق جوست برك نديروا هذه الطريقه اللي راني ندير فيها هنا. فوالا كما قلت لكم ان شاء الله نتمنى يعني تعجبكم هذه الوصفه. واش نقول لكم، وصفه ولا اروع، بنينه بنينه سورتو مع الكسره. جربوها وما تندموش. فوالا هنا بعد ما طاب البيض تاعي ها كما راكم تشوفوا راه حنطفي عليها. شوفوا كيفاش ندخل المغرفه تاعي بهكذا. اذا كان البيض ما طابش راح يكمل يطيب في السخانه هذيك. فوالا نغطيها ونطفي عليها. دوك تشوفوها هنا بعد ما طابت ونشفت كامل. شوفوا كيفاه جات. راح نقسم معكم ان شاء الله طرف ولا نقطع معكم اون باغ هكذا تشوفوا كيفاش جات من الداخل. شو نقول لكم، هذه هي الشطيطحه تاعنا. كل واحد كيفاش يسميوها. كما قلت لكم الشطيطحه تاعنا اللي درناها اقتصاديه بلا اللحم وبلا الدجاج. ونتمنى ان شاء الله المشتركه اللي طلبتها مني تعجبها، جربها وترجع لي بالخبر. ودوكا راح ان شاء الله نجوز مباشره لتحضير عصير الدلاع. خليكم مع هذه اللقطات. شوف مع راس نتاع حار. واش نقول لكم، ما شاء الله جات بنينه بنينه كما قلت لكم مع الكسره. واش نقول لكم، هنا رحنا مباشره لوصفه الدلاع. هنا عندي الدلاع درت يعني نتوما ديروا الدلاع واش عندكم. كي تجيبوا الدلاعه وتلقاوها صامته، انا الدلاعه تاعي هنا صامته ما فيهاش ماهيش حلوه خلاص. ضفت عليها حبه نتاع قارص اللي قطعتها مربعات كما راكم تشوفوا. كانت على كل حال عندي في الكونجيلاتور وجبتها هذيك حبه القارص وخلطتها ميكسي. نحيول هذيك كامل هذوك العلف ولا هذيك الزريعه اللي تجي في الدلاع لازم تنحيوها. انا راني درتها لكم، درت لكم هذه الوصفه بالميكسور بالبغا ميكسور. تحبوا ديروا في الطاس تحبوا ديروه كل واحد واش عنده باه يرحي. المهم انا درتو بالبغا ميكسور. انا هنا بعد ما ميكسيت الدلاع تاعي والقارص هذاك ضفت عليه 3 ملاعق نتاع سكر. كما قلت لكم العصير تاعي عفوا الدلاع تاعي صامت ماهوش حلو خلاص لازم ديروا السكر. اذا كان الدلاع تاعكم حلو وحبيتوا ديروه جو ما ديروش السكر. بالك اذا كان كنتو نتوما ما تحبوش الحلاوه ما ديروش يعود الدلاع تاعكم حلو. مي اذا كان صامت لازم ديروا سكر. هنا راني درت اكثر من اطراه. ما ديروش لا ما لا والو، قلت لكم ديروا غير الدلاع والقرص وتميكسيوه. هذا هو الدلاع تاعنا. نتمنى او هذا هو العصير تاع الدلاع تاعنا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم، واذا عجبكم ما تنسونيش في اللايك والبارطاج. ونقول لكم مع السلامه الى ملتقى ان شاء الله.